يقال هنالك أناس قد استلموا التعويضات لمرة أو مرتين أو ثلاث، بل زد وأربع، على ضرر واحد. يطعم أطفاله حرام ويأكل الحرام. انظر، من كتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا وسيأتي به يوم القيامة. وأما مناط حديث اليوم هو ما يرويه لنا صحابي من صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتعالوا لنعيش لحظات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا ويحذرنا بأمور أصبحت اليوم مباحة لدينا. ما الأمر؟ تعال معي. عن سيدنا عدي ابن عميرة، عدي ابن عميرة أو عميرة بكلا اللفظين، والراجح عميرة، رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل، تأمل معي يراك الله، من استعملناه منكم على عمل أوكلت له مهمة. أي واحد منا اليوم توكل إليه مهمة عامة. من استعملناه منكم على عمل، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، محافظ، قائم مقام، مدير ناحية، مدير دائرة، معلم، مدرس، أي عمل ما. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي اختلس وأخفى مخيط، إبرة. من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي أخفى إبرة. انظر، الذي بصريح العبارة من أوكلت إليه مهمة فسرق إيش؟ إبرة. انظر، إبرة. فكتمنا مخيطا فما فوقه. تأمل المصيبة، الإبرة وما أصغر من الإبرة، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. كان هذا إيش؟ غلول، أي سرقة، سيأتي به يوم القيامة. هذا الشخص اللي أوكلت إليه مهمة وسرق، كان هذا غلول، سرقة، خلسة، خيانة أمانة، سمه ما شئت، وسيأتي به يوم القيامة، سيحاسب. انظر، تأمل، سيحاسب هذا الرجل. والله هسه واحد يقول: ايش هذا الكلام يا أخي؟ مليارات تسرق في وضح النهار، ومقاولات وغيرها. ايش المخيط؟ نعم، فوربك لنسألنهم أجمعين، قسم من الله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما ايش؟ عما كانوا يعملون. وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم، الكل سيقف بين يدي الله في تصوير رباني عظيم. وقفوهم، نعم، سيسألون. سيسأل صاحب المليار، وسيسأل صاحب الدينار، وسيسأل صاحب الدرهم، وسيسأل صاحب التعويضات. نسمع العجب العجاب. نعم،
في أحد الأقاويل يقال هنالك أناس قد استلموا التعويضات لمرة أو مرتين أو ثلاث، بل زد وأربع، على ضرر واحد. يطعم أطفاله حرام ويأكل الحرام. انظر، من كتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، وسيأتي به يوم القيامة. سيسأل عن المخيط، الإبرة سيسأل عنها يوم القيامة. انظر إلى الحرام، انظر يرعاك الله إلى عظم الجبار الذي يسأل عن المخيط، عن الإبرة. من كتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يأتي به يوم القيامة. يقول سيدنا عدي: فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه. هكذا يشبه لنا ويصور لنا سيدنا عدي، يقول: كأنني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله أقبل عني ذلك. هذا الرجل كانت موكل إليه مهمة ما. ماذا قال؟ قال: يا رسول الله أستقيل من مهمتي. حين سمع بهذا الحديث، حين سمع بكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله اعفيني من المهمة، أقبل عني ذلك، اعفيني من هاي المهمة الصعبة يا رسول الله. قال له: وما لك؟ يعني ايش السبب؟ قال له: سمعتك تقول كذا وكذا: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يأتي به يوم القيامة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وأقول الآن. انظر إلى عظم هذا الحديث. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم. انظر إلى عظم هذا الحديث، سيجعلك تراجع تصرفاتك وأفعالك وأعمالك. انظر إلى رسول الله ماذا أكد وبماذا قال. قلت وأقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما كان له فليأخذ وما نهي عنه فلينتهي. أكد الحبيب المصطفى قوله السابق. ايش قال؟ من استعملناه منكم على عمل فليأتي بقليله وكثيره. انطق، أوكلت إليك مهمة ومقاولة، فبقي من مواد هذه المقاولة اسمنت، شيش، غالبا ما تؤخذ خلسة، بل عليك أن تعيد هذه الأموال لأنها سحت وحرام. انظر، هنالك أناس يظنون أنهم اليوم حين يسرقون وحين يأكلون الحرام ايش يقول لك؟ والله فلان مستفاد، والله فلان رتب أموره، رتب وضعه بالحرام. ولذلك ذكرت في موقف سابق على الفيسبوك، ذكرت هذه العبارة لأنها قيلت أمامي: والله فلان رتب وضعه، ولم يقال بل فلان سرق، بل فلان أكل الحرام، بل فلان اختلس، بل فلان قد خان الأمانة، بل فلان قد خان عهد الله ورسوله. لم يقال في مجتمعنا، لم يشار إليهم بالبنان. نعم، وأقولها ومن على منبر رسول الله: فلان قد اختلس، وفلان قد أكل الحرام، وفلان قد أكل أموال الناس ظلما وزورا وبهتانا. والله سيسأل يوم القيامة، سيسأل. نعم، فوربك لنسألنهم أجمعين.